اهلا بيكو صبايا بعد الاربعين. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل صبايا بعد الاربعين، وهو تقوية العضلات وتعويض النقص اللي بيحصل لنا في العضلات بعد سن الاربعين. تقريبا عضلاتنا بتنقص من 1 ل2% كل سنة. يبقى هنا واجب علينا او مهم جدا لينا علشان جسمنا ما يضعفش وعضلاتنا ما تقدرش تشيلنا، ما نوصلش لمرحلة ان احنا نحتاج حد يساعدنا. فاحنا لازم نهتم بعضلاتنا ونخلي عضلاتنا هي اللي تشيلنا وتساعدنا ان احنا نروح مشاورنا ونروح حمامنا ونقف في مطبخنا، بدل ما نضطر ان احنا نجيب حد نتسند عليه او ان هو يساعدنا في مطبخنا وفي حمامنا وفي الحاجات الضرورية جدا لينا في الحياة الطبيعية. تقوية العضلات ديت بيجي عن طريق ان احنا نلعب رياضة ونشيل اوزان، وكمان عن طريق الاكل الصحي. الاكل الصحي اهم ما فيه ان احنا ندخل البروتين، لان البروتين هو اللي بيبني العضله. بالنسبه بقى لتقويه العضله، فهنا ضروري جدا اللي يقدر يروح جيم ويشترك في جيم، مهم جدا انه ما يستخسرش ويروح الجيم. واللي ما يقدرش يروح الجيم يلعب جيم في البيت. ممكن جدا نلعب جيم في البيت باوزان برضو، عن طريق مثلا ان احنا ممكن نشتري دمبلز مثلا زي كده. الدمبلز دي موجودة باوزان مختلفة، في منها الكيلو، وانت طالعة بقى كيلو 2 زي ما تقدري تشيلي. يعني بس مهم برضو ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، يعني العملية بتيجي بالتدريج. في الاول مثلا تدربي ايديكي مثلا بكيلو، بعد كده 2 كيلو، وهكذا. كل ما عضلاتك تقوى هتقدري تتمرني بوزن اعلى. طب نفترض حد ظروفه لا يقدر يروح جيم ويشترك في جيم، ولا يقدر حتى يشتري ادوات مساعدة من المحلات الادوات الرياضية. خلاص ممكن جدا بقى في البيت نجيب حاجة زي كده، ازازة مية، وبرضو نتدرب بيها على قد ما نقدر. نبتدي مثلا بإزازة صغيرة، وبالتدريج نكبر الإزازة أو حجم الإزازة اللي ممكن نلعب بيها في البيت وتساعدنا إنها تقوي العضلات بتاعتنا. عشان تقوي العضلة مهم جدا ليها إن انتي تلعبي بأوزان. مش هقولك يعني تحمليها وزن كبير، لكن زي ما قلنا بالتدريج كده على قد استطاعتك وعلى قد مقدرتك إن انتي تشيلي. وما تبصيش على نفسك وتتكيش على نفسك أبدا في شيل الأوزان. مهم جدا إن هو الشيل يكون تدريجي. ومن ضمن برضو التمارين المهم لينا ان احنا نلعب كارديو. الكارديو بقى سواء كنا في الجيم ومشينا على التريدميل، او لعبنا بالاجهزه اللي هي بتساعد ان احنا نعمل كارديو. اللي مش قادر يروح جيم ينزل يتمشى في المنطقه مثلا نص ساعه. مش قادرين نمشي نص ساعة، نبتدي ب10 دقايق، وبعد كده ربع ساعة، وبعد كده تلت ساعة، لحد ما نوصل لنص ساعة. ويا ريت نمشي نص ساعة ديت يوميا. مش هنقدر نمشي نص ساعة يوميا يوم بعد يوم. المهم نحاول ان احنا نمشي على قد ما نقدر. اللي بقى مش قادر ان هو ينزل من بيته ويتمشى كده في المنطقة، ممكن يمشي في البيت. في تمارين كتير جدا وطرق كتير جدا ان احنا نمشي بيها في البيت. يا ستي ان شاء الله حتى تمشي في الطرقة مثلا برضو 10 دقايق او ربع ساعة كده رايح جاي في الطرقة. لو عندك ترابيزة سفرة لف حوالين ترابيزة السفرة. لكن اوعي ما تتحركيش، اوعي تستسلمي، اوعي تقعدي. القعدة ديت هتكسل العضلة، وكمان هتضعفها جدا جدا جدا. وفي الاخر هتبص تلاقي نفسك مش قادرة تتحركي ومش قادرة تمشي ومش قادرة تجيبي اللوازم بتاعتك. طب ليه؟ احنا ممكن جدا بحركات بسيطة في بيتنا. اللي مش قادر يخرج او ظروفه المادية مش قادر ان هو يشترك في جيم، لا يلعب في البيت. مش قادر يجيب ادوات من محلات الاجهزة الرياضية، يلعب بالحاجات المتوفرة في المطبخ بتاعتنا. زي ما فيش بيت ما فيهوش ازازة مية ممكن يلعب بيها. المهم ان الواحد يتحرك. مش قادر خالص لا يشيل ازازة مية ولا يعمل حاجة، يا ستي اقعدي على الكرسي والعبي بوزن جسمك. يعني ممكن تتني ايدك وتفرديها، تتني رجلك وتفرديها. افتكري كده تمارين المدرسة الصباحية اللي كنا بنعملها في طابور المدرسة. المهم ان انت تحركي جسمك وتحركي عضلاتك. ومهم جدا زي ما قلت التغذية، لان انت مهما لعبتي رياضة ومهما رحتي ومهما جيتي ومهما مشيتي وما تغذيتيش كويس، العضلة برضه هتضعف. بس مش اي تغذية. مش هنروح بقى ناكل عيش ومكرونة، لا، برضو العيش والمكرونة مهمين برضو علشان العضلة بتحتاج كربوهيدرات. لكن اهم حاجة للعضلة هو البروتين، سواء بقى بروتين حيواني سواء بروتين نباتي. اللي يقدر يجيب لحمة وفراخ ماشي، اللي ما يقدرش يجيب حاجات زي كده، ما يقدرش يجيب لحمة، خلاص ياكل بروتين نباتي، ممكن ياكل بقوليات.
وما ننساش ابدا البيض واللبن، مهم جدا. ممكن ياكل زبادي، يعني كل الحاجات دي فيها بروتين. يعني اللبن، البيض، الزبادي، كل الحاجات دي مليانه بروتين. الفول، اللوبيا، الفاصوليا، كل ده برضو فيه بروتين. نوصل بقى للحمه والفراخ والسمك، برضو بروتين. يعني الحمد لله ربنا وفر لنا البروتين لكل المستويات وكل الميزانيات. اللي يقدر يجيب لحمة يجيب، اللي يقدر يجيب فراخ يجيب، ما يقدرش يجيب بيض يجيب لبن، يجيب زبادي، ما يقدرش يجيب فول يجيب لوبيا، يجيب عدس، كل ده مليان بروتين. يا سلام بقى كمان شوية سلطة علشان فيتامينات، على مثلا شوية عيش أو شوية رز علشان الكربوهيدرات. المهم التغذية السليمة مع شوية رياضة، صدقيني هيخلوكي صبية لحد 100. وكمان هيخلوكي ما تحتاجيش لأي حد يساعدك، ولا أي حد يقضيلك مشاويرك، ولا أي حد يوصلك حمامك أو مطبخك. خلي عضلاتنا تشيلنا بدل ما حد تاني يشيلنا. يا ريت تشيروا المعلومة لكل صبايا بعد ال40 علشان الكل يستفيد بيها، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.